دلوقتي على الجوازة دي، فانا ما تجبرنيش ان انا اقول لك ان فلوسي وفلوسك يا ابن الحلال وورثك هيبقى تحت ايد عمك كله لو رفضت الجواز من بنت عمك. فحط جوزي في خانة اليد، قفلها له ضبة ومفتاح، اللي هو حقك وحقي هيبقوا في ايد عمك لو ما عملتش اللي عمك عايزه. جوزي طبعا جه حكالي كل الليلة اللطيفة دي، فقعدنا بعد تفكير بقى حوالي اسبوعين كده مع بعض. قال لي بصي انا هعمل حاجة يعني انتي توافقي عليها. ففكرت، قلت له طب قول شوف ايه. قال لي انا هتجوز